ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. جبت بولة او اي طبق موجود عندك، وهحط فيه كوباية ونص من الدقيق، مكعب من المرقة هبشره، وكمان ملح وفلفل وبهارات. اي بهارات متوفرة عندك تقدري تحطيها، رشة قرفة، معلقة من صوص الباربيكيو، معلقة من صوص الكاتشب، وكمان معلقة من صوص المستردة. واحط اخر حاجة كوباية من المية، وهبدأ اقلب كده بالشوكة حبة في حبة لحد ما تلاقي القوام معاكي بالشكل دوت. هيبقى قوام زي الكريمي كده، مش تقيل ومش خفيف، هيبقى وسط. وهجيب بقى معايا البانيه، انا مقطعه صوابع او صدور فراخ متقطعه، وبعد كده هسيبها في التتبيله. هبدا دلوقتي اعمل معاكم الرز الريزو. هجيب معايا الحله بتاعتي وهولع عليها النار، هحط معلقه كبيره من الزيت، هنزل عليها ببصله متقطعه وفص ثوم مفروم، وهنزل كمان عليهم بمكعب من الماجي، وهنزل عليهم بمعلقه من صوص الباربيكيو، معلقه من صوص الكاتشب، هنزل طبعا عليهم بشويه من البهارات ورشه من القرفه، واحط كمان ملح وفلفل اسمر، واحط معلقه من الكركم. هبدأ بقى اقلب كده كله مع بعضه لحد ما تشم الريحه، وهبدأ انزل بالرز بتاعي وهقلب كده كله مع بعضه. زي ما انتم شايفين شكل الرز عامل ازاي، ما بالكم بقى ريحته كمان كانت فظيعه. هنزل عليه بالميه كاني بسوي رز طبيعي عادي خالص. دلوقتي بقى هعمل الصوص بتاعي اللي بحطه فوق الستريبس وفوق الرز. هجيب بقى معايا معلقه كبيره من صوص الباربيكيو، معلقه كبيره من صوص الكاتشب، ومعلقه كبيره من العسل، وهبدأ اقلب كده كله مع بعضه. مش قادره اوصف لكم طعم الصوص ده، بيودي الاكل في حته تانية. هبدأ بقى اغلف الستريبس بتاعي بدقيق ومعلقه من النشا وملح وفلفل وكمان شويه بهارات، وهقلب كده كله مع بعضه. بعد ما الفراخ بتاعتي اتبلت اقل حاجه ساعتين، هجيب بقى الفراخ بتاعتي هتبلها بالدقيق، اغلفها، وبعد كده هرجعها تاني في الصوص بتاعها، وارجع تاني انزلها تاني في الدقيق عشان تديني القرمشه، وكمان هتدي شكل المكرمش بتاع الفراخ بتاعت المحلات او المطاعم بالظبط. هنزل عليها في زيت سخن علشان تاخد اللون على طول، وتبقى معايا مش ناشفه من جوه، وتبقى لونها ذهبي من بره. زي ما انتم شايفين بقى معايا الرز بعد ما استوى فلفله، وبجد اخر حلاوه. هبدا اقدم الطبق بتاعي، ريحته بقى جباره، لازم تجربوه بجد، الطريقه دي هتعجبكم قوي. هجيب بقى الستريبس بتاعي بعد ما استوى، وهبدا اقطعه كده بالمكعبات، وهنزل عليه في الطبق كده من على الوش زي تقديمه المطاعم بالظبط. دلوقتي انا هوريكم كمان الفراخ بتاعتي مستويه من جوه وقلبها ابيض. هجيب بقى الصوص بتاعي وهبدا انزل بيه على وش الطبق، بيخلي بجد الطبق في حته تانية. دي كانت وصفتنا النهارده، مش قادره اوصف لكم بقى حاجه كده خطيره، بجد عظمه، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. يلا غيري اطباق سفرتك، والطريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي اي وقت. يلا جربوا الوصفه، وهستنى رايكم يا حلوين، والف هنا.